بواقي زيت السمك، بواقي زيت الفراخ، بواقي زيت الطعام، بنشتري الكيلو ب35 جنيه. قرب يا ست البيت. قبل اي حاجة، مساء الخير او صباح الخير على حسب ما بتشوفوني. اهلا بيكم في قناة يوميات عليه. سيبك يا بنت انت وهي من الناس اللي بيلفوا ولا قرب يا ست البيت، ولا قرب يا بنت البيت، ولا الحوارات دي كلها. انا يا ولاد ما برميش الزيت، محبش ارميه خالص. بفضل عيناه كده. ده صابون كنت عاملاه السنة اللي فاتت، بوريهولكوا هو ناشف. إيه بحب ان انا اسيب الزيت، ما مش برميه. اعرف ناس كتير بيعملوا الزيت ويقوموا راميينه على طول في قلب الحوض بعد ما يخلصوا قلية سمك او قلية بانيه، وبيقوموا راميينه على طول. انا النهارده هعمل صابون عشان بس ما اطولش عليكم. الصابون بيحتاج ايه يا ولاد؟ بيحتاج بوتاص، وطبعا الزيت المستعمل، وليمون، و بتاع ده اسمه ايه يا رب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جليسرين. بصوا انا هوريكم الطريقه واحده واحده. الاول هتجيبي 5 6 7 ليمونات كده وتعصريهم، وبعد ما تعصريهم هتحطيهم في ميه وتغليهم. بعد ما تغليهم وتبرد، هتجيبي الميه اللي انت غليتي فيها وتقومي حطاه في جردل زي ده كده، يكون بلاستيك. تمام. وتقومي حاطه عليه البوتاص. اول ما البوتاص هتقلبي فيه، واول لما تلاقي البوتاص خلاص ساح، هتحطي كميه الزيت اللي عندك. انا عامله كميه كبيره يا جماعه عشان مش هقعد اعمل الغلبه دي كل شويه، عشان كيلو او 2 كيلو. حطيت الزيت المستعمل، وبعد ما قلبته بحط بقى المكونات: معلقتين ملح، وربع كوبايه خل، والاربع 5 6 7 ليمونات. تمام. والجليسرين، اهم حاجه الجليسرين عشان ايدينا، عشان البطاس وكده. البطاس مواد كاويه، فلازم الجليسرين عشان ايديك ما يجرالهاش حاجه وانت بتغسلي بيه. اي حاجه ايا كان بقى، غسلت بيه مواعين، غسلت بيه هدوم، ف ديكي ما يجرالهاش حاجه. هتفضلي تقلبي تقلبي كده. طول ما انت بتقلبي اللون بيتغير معاكي. اهم حاجه في الموضوع اللي انت لازم يبقى معاكي برسيل جل، باي ريحه بقى، اللافندر، اي ريحه تلاقيها معاكي. وكمان بريل اكياس برضو، يكون برضو ريحته حلوه كده. انا هكتب لكم في التعليقات تحت او في البايو تحت المكونات، لو انت عايزه تعملي لتر بالظبط او لترين، مكونات قد ايه. انا عشان بعمل كميه كبيره فانا بحط حاجات كتير. انت لو عايزه تعملي لتر زيت ولا لترين زيت، فهتبقى المكونات سهله شويه. يعني انا عامله 4 كيلو ونص زيت. تمام. جبت لهم كيلو لحاجه بسيطه كده بوتاص، المفروض كيلو يعني، او كيلو وربع كمان. بس انا ما كترتش برضو البوتاص. وجبت لهم 2 برسيل جل و2 بريل. تمام. ما تحطيش حاجه فرط. انا كنت جايبه برسيل جل فرط ومرضتش احطه. هتفضلي تقلبي كده زي ما انتي شايفه. بصي هتحتاجي تقلبي كميه كبيره وقت طويل يعني. واهم حاجه انت تقلبي بحاجه خشب، ما تقلبيش بمقصوصه مثلا او معلقه او اي حاجه إيه ألمونيا او حاجه، عشان هتبوظ من البطاطس. انا ما بحبش احط دقيق خالص. في ناس كتير قوي على اليوتيوب بيحبوا يحطوا دقيق، بس النهارده انا حطيت دقيق لان انا تقريبا كده الميه كانت زايده شويه معايا، اخد فتره طويله قوي عما كان مسك. انا حطيت حبه الدقيق الصغيرين دول. انت مش عايزه تحطي بقى عشان انت تعملي كميه صغيره ومفيش مشكله، ما تحطيش. هتفضلي تقلبي لحد ما القوام يبقى كده. طبعا الطبقه بتطلع على جدران الجرد اهوت زي ما انتم شايفين. كل شويه كده تشوفي الحاجه اللي انت بتقلبي بيها تلاقيها لزقت عليه، وبتبقى تقيله. قوامها بتبقى شكل قوام الكيكه كده، او اخف سنه صغيره. هتصبيها وهي خفيفه كده، ما تخليهاش تتقل معاكي قوي في قلب الجردل، عشان تقدري تصبيها وتبقى تصلب معاكي في الحاجه اللي انت هتصبها كويس، بدل ما هتنشف معاكي في قلب الجردل. تمام. انا ما لقيتش اي حاجه خشب. يستحسن ان انت يبقى عندك قالب خشب او اي حاجه خشب تعملي فيها، او اي حاجه انت مستغنيه عنها. انا ما لقيتش للاسف، اضطريت ان انا اعمل في الصواني دي. بس طبعا حطيت مشمعات بقى واكياس كتير، عشان البطاس وكده ما يبوظش الحاجه الالمونيا. زي ما انتم شايفين، اخر حاجه في الجرد اللي هي ما برمهاش السلكه. بوريكم اختبار الرغوه وهي لسه سايله، يعني ما بقتش صابونه ولا اي حاجه. بوريكم الاختبار بتاع الرغوة بتاعة الصابون. طبعا مش هي ديت الرغوة الأصلية كمان يعني. ده لسه سايل، لسه ما مسكش نفسه، لسه المكونات كلها ما اتفاعلتش مع بعضها.
انا طبعا عامله الصابون ده على القناه مرتين، بس في ناس طالبينه مني وانا بقول لهم يا جماعه انا عاملاه مرتين على القناه والله، يقولك لا احنا مش لسه هندور في القديم، اعمليه دلوقتي. انت لما بتنزلي فيديو دلوقتي احنا بنتفرج عليه، مش لسه هندور في القديم. انا كده خلاص صبيته، هو ده كان يوميها بالليل. تمام. سيبته ان هو ايه، شايفين كنت بختبر برضو اذا كان هو ابتدى يمسك نفسه ولا لا. اولا في الشتاء بيمسك نفسه من تاني يوم، وممكن يعني تستخدميه من قبلها من اسبوع. انما في الصيف وزي ما انتم شايفين كده غلبنا خالص، الدنيا حر قوي وبصوا يعني بتساحل بني ادمين، فما بالكم الحاجه دي فغلبتني قوي، وقعد يجي اسبوع عشان ينشف، وبرضه لسه ايه ما نشفش. لازم ان انتي تقطعيه تاني يوم بالظبط. سواء كنا في الصيف هتقطعيه تاني يوم زي ما انت شايفه كده، بس اهم حاجه ان هو يكون جامد، يعني ماسك نفسه. شفت لما تيجي تقطعي البسبوسه كده، هو نفس البسبوسه وشكل البسبوسه اصلا هو. لو عندك اي حاجه كده قديمه ليها شكل ممكن تعملي بيه، يعني عشان يديكي حق ان انت ايه عامله عامله لك فيها مشروع، اكنك جايباه يعني ايه الصابونه بقى مختومه وزي اللي انت بتشتريها من بره كده. هو طبعا مش هيطلع نفس الشكل برضو، الناس بيبقى اللي بيعملوا الصابون عندهم القوالب المخصصه لحاجه زي كده، إيه يعني شغالين بقى شغل عالي، ده بشغل مصانع بقى زي ما انتوا شايفين اهو. اهم حاجه ان انت تقطعيه زي ما قلت لك وهو ماسك نفسه كده جامد، يعني مش جامد قوي، عشان لو جامد قوي منك هتيجي تقطعيه يتفرفت كله ومش هيطلع نفس الشكل اللي طلع ده. طبعا قعدت قلبت المطبخ ان انا الاقي حاجه تنفع يتنقش بيها، برضو ما فيش، ولقيت الكوبايه الصغيره دي عملت بيها اهو شكله خلاص. لو كنا في الشتاء كانت الصابونه هتنشف كلها مره واحده، من تاني يوم ولا تالت يوم. هي مش بتنشف تبقى صلبة جامد زي ما انت بتشتريها من بره، تاني يوم او تالت يوم بالظبط، بس على مدار بقى، على فترات، بعد اسبوع بعد اسبوعين، كل ما بتقدم كل ما بتبقى احلى. طبعا لقيتها مش عايزة تنشف في نفس المكان، قمت مقطعاها عشان افردها زي ما انتم شايفين كده. طبعا هي عمالة تنشف من تحت لفوق، تنشف من الارضية وهي طالعة لفوق وهي طالعة لفوق لحد ما ايه هتنشف الصابونة كلها مرة واحدة. انت هتقولي انت استفدت ايه؟ ده انا اشتري احسن ومش هشتري احسن. طب ما هو انا حرام الزيت اللي انا برميه ده اصلا. يعني انا مش اما باجي احسب الحاجه اللي انا كلفت بيها دي مش بحسب الزيت. ليه بقى؟ انت كده كده بترميه. طب ما انت وفريه اكنك سايباه كده في حاجه يعني متشغليش بالك بيه لحد ما يبقى عندك لتر لترين. هتجيبي لك ايه يعني ب20 جنيه بوتاص، كيسين اومو، هتكلفي ايه يعني 20 30 50 جنيه؟ بس هيبقى عندك كمية صابون حلوة بأكتر من 50 جنيه، وهتنفعك، وهتقدر ان انت تستخدميها في الهدوم. اهم حاجة الهدوم، يعني سيبك انت من غسيل المواعين وكده، مع انها بتبقى تحفة في الحلل خصوصا الألمونيا. انا برضو جبتكم المقطع ده تاني اهوت عشان تشوفوا الصابونة وانا مطلعاه. بيبقى من تحت بصوا بيبتدي ان هو ينشف اهو، واللون بتاعها بيبقى ابيض اصفر. تمام. وكل ما تنشف كل ما لونها هيفتحها اكتر من كده. فانا قلت ايه، قلت هي هيفضل كده مش هينشف والله طول ما هو ماسك في بعضه كده، اما فرده بعيد عن بعضه عشان ينشف. اول مره اعمله في الشتاء، في الصيف على طول بعمله في الشتاء وبينشف من اول اسبوع والدنيا بتبقى تمام. انما في الصيف لا، الدنيا سايحه خالص، وخصوصا ان مثلا محطوط في مكان حر، الاوضه يعني بيدخل فيها بيبقى مفيش ورانا حاجه، فالارضيه بتاعت الحيطه مطلعه سخونيه لوحدها اصلا، فعشان كده الجو صهد في الاوضه اللي كانت محطوطه فيها دي. فانت بقى كل شويه قلبيه كده على الناحيه التانية عشان ايه، عشان ينشف. انا كان ممكن ما اصورهوش دلوقتي واستنى اما ينشف براحته خالص، لا بس عشان المصداقيه وعشان تشوفي هو بيتعامل معاكي ايه من اول يوم لحد اما ينشف براحته بقى. وطبعا ده كان تالت رابع يوم تقريبا، برضو بعد ما قلبته برضو ورجعت اقلبه تاني اهوت عشان ايه، شايفين خلاص يعني بيبتدي ينشف كله اهوت، لسه يا دوبك حته على الوش كده. هختبر لكم السلكه ناشفه اهي والصابونه اهي، هختبر لكم الرغوه. طبعا بتحطي
مش هتتعمل على الناشف خالص، يعني لازم تفتحي المية كده، تبلي السلكة شوية مية او الصابونة، وبعد كده ايه هت هترغي معاكي زي ما انت شايفة كده. ما تجيش واحدة بقى ما تحطش ولا نقطة مية وتقولك لا ده ما رغتش ده ما عملتش، لا زي ما انت شايفة. وبتخلي المواعين تحفة. بس للأمانة أنا ما بستخدمهاش في المواعين على طول يعني. يعني مثلا لو اتزنقت ومفيش بريل، ايه ده، أنا خلاص أنا عندي صابونة، ما أجيب صابونة أغسل بيه وخلاص. إنما خصوصا المواعين، خصوصا لازم لها بريل، عشان ما بقاش بضحك عليكم وبقولكوا بأي كلام في الهبل وخلاص. بعصر السلكة خالص اهو خالص، وبرجع اعملها تاني، عشان في ناس بيقولوا رغت بس عشان السلكة ناشف. نفس السلكة اهي، وعصرتها غسلتها وعصرتها خالص اهوت عشان ما يبقاش فيها رغوة تاني، ورجعت رغيت عليها. يعني دي سلكة مبلولة برضو لسه غاسلة بيها دلوقتي. شايفين الرغوة في الألمونيا؟ الرغوة ديت كانت بتدينا ايحاء ان انت الشطارة. يا سلام، شايفة الرغوة بقى، شايفة المواعين بتبرق ازاي. كنت الاول وانا بنت اما كانت امي تيجي ما تلاقيش ما تلاقينيش غاسله المواعين حلوه، كانت بتطين عيشتي. كانت بتخليني بقى تقوم لمالي بقى كل المواعين نضيفه بقى، على مش نضيفه تقولي ده غسيل، اقول لها اه عادي غسلتها، تقول لا بقى، تقوم لمالي كل المواعين وتقولي طب اغسلي. عشان شايفين لازم كانت المواعين تبقى بتلمع كده. بالصدفه بقى المعلم زين جاي من الغيط وانا لسه غاسله المواعين ومخلصه، وجاي هدومه زي ما انتم شايفين كده. قلت له طب تعالى كويس قوي، ادي اختبار برضو للهدوم اهوت، عشان يبقى كل حاجه قدام عينيكم. وبرضو هرجع واقول لكم الصابون ما نشفش، الصابون هيقعد مسافه ينشف، عشان تبقوا في الصوره وما بقاش بضحك عليكم. انتي لما هتعملي كده على اي بقعه، بقوم عامله كده وركنها شويه. انا في العادي يعني ما بدعكش قوي كده، انا بعصرها، انا قصدي آه يعني بعمل الصابونه عليها، برغي عليها واقوم راكنها شويه على البقعه، وبعد كده بحطها في الغساله، والغساله بتتعمل عادي. بس انا برضو بوريكم اهوت وبعرفكم هو غسيله بيبقى عامل ازاي. يعني انا عاملاه اصلا عشان خاطر هدوم، انتوا عارفين بقى فلاحين وكده. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، واكون وصلت لكم معلومه بسيطه. وما تنسونيش في اللايك يا حبايب قلبي، وبشكركم ومع الف سلامه.